الأهلي يبحث عن عرض للتخلص من موديست. مارسيلو يعلق على مواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال. الأندية. الأهلي يطارد ريال مدريد على الأكثر تحقيقا للانتصارات في مونديال الأندية. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم أخبار الأهلي فور نزولها. ونبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبحت أيام الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي معدودة عقب طرده في مباراة اتحاد جدة السعودي التي انتهت بالفوز ب3 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الجوهرة المشعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية والتأهل لنصف نهائي البطولة. وبدأت إدارة النادي الأهلي في التحرك بشكل جدي من أجل التخلص من اللاعب الفرنسي أنتوني موديست بعد تواضع مستواه منذ التعاقد معه مطلع الموسم. ويبحث الأهلي حاليا عن عرض مناسب للفرنسي موديست في يناير المقبل من أجل التخلص من اللاعب وضم عنصر بديل مناسب يتوافق مع متطلبات السويسري مارسيل كولر وإدارة النادي. ونجح النادي الأهلي في التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية فلومينينسي بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي ب3 أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في المملكة العربية السعودية. مارسيلو يعلق على مواجهة الأهلي في نصف النهائي مونديال الأندية. علق البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي فلومينينسي على المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية. تحدث مارسيلو في تصريحات نشرتها وسائل إعلام برازيلية صباح اليوم السبت، حيث قال: بالتأكيد نؤمن بفريقنا، لكننا في الوقت ذاته نحترم خصومنا، لا أقول ذلك أبدا قبل أي منافسة. وتابع: نمتلك ما يلزم للمنافسة في مونديال العالم، وسنعمل على القتال من أجل اللقب، لكننا نعلم أن هناك فرقا أخرى ترغب في الفوز بكأس العالم. وأردف: لا يمكنني قول إذا كنا سنفوز أم لا، لأننا لم نبدأ البطولة بعد، لكننا بكامل قوتنا ونؤمن كثيرا بأنفسنا. لدينا معرفة قوية من أن الأهلي في الوقت الحالي أحد أفضل الفرق في إفريقيا، فهم يمتلكون الكثير من اللاعبين المميزين، بجانب أن لديهم مدرب جيد، ليس هذا العام فقط. وأضاف: الأهلي كان يقدم أداء جيدا لسنوات عديدة في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا. الأهلي يطارد ريال مدريد على الأكثر تحقيقا للانتصارات في مونديال الأندية. واصل فريق الأهل المصري كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم للأندية بعدما تقدم في قائمة أكثر الأندية تحقيقا للانتصارات في تاريخ البطولة، وذلك بعد فوزه الكبير على اتحاد جدة في ربع النهائي بالنسخة 20 المقامة حاليا. فالسعودية تأهل الأهلي بطل أفريقيا عقب فوزه الكبير على اتحاد جدة ب3 أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة باستاد الجوهرة المشعة فالدور ربع النهائي لمونديال الأندية المقام حاليا في السعودية، ليضرب موعدا مع فلومينينسي البرازيلي في 8 مساء غد الاثنين. في نصف النهائي أصبح الأهلي ثاني أكثر ناد تحقيقا للانتصارات فكأس العالم للأندية برصيد 9 انتصارات، خلف ريال مدريد المتصدر بالفوز في 12 مباراة. كما بات الأهلي أكثر ناد عربي وأفريقي يصل إلى هذا الكم من الانتصارات فكأس العالم للأندية عبر تاريخها، متفوقا على برشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 7 مرات فوز. ويتبقى لبطل القرن في أفريقيا 3 مباريات فقط ليتساوى مع عدد انتصارات الملكي. قال الصحف السعودية على ما فعله لاعبي الأهلي أمام اتحاد جدة عبر لاعبو النادي الأهلي المصري عن تضامنهم مع الشعب عن طريق رفع العلم بعد انتهاء مباراة الأهلي والاتحاد في ربع نهائي كأس العالم للأندية، وجسد تصرف لاعبي النادي الأهلي روح الوحدة والدعم للشعب في ظل التحديات الصعبة التي يواجهونها. وأعرب اللاعبون عن تضامنهم مع الشعب ورغبتهم في رفع الوعي حول الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب. من المتوقع أن يثير هذا الفعل استحسانا وتأييدا واسعين من قبل جماهير الأهلي ومحبي الرياضة على حد سواء، ويسهم في نشر روح التضامن والإنسانية. فيفا: يصدم الأهلي بعد الفوز على اتحاد جدة فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا غرامات مالية على النادي الأهلي عقب الفوز على نظيره فريق اتحاد جدة السعودي.
وخسر فريق اتحاد جدة السعودي أمام نظيره فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ب3 أهداف مقابل هدف ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية. ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره فريق فلومينيسي البرازيلي يوم الأربعاء المقبل فنصف نهائي مونديال الأندية. وتنص لائحة البطولة على فرض عقوبات مالية على الأندية التي يحصل لاعبيها على بطاقات ملونة صفراء أو حمراء في كأس العالم للأندية. وعقب لقاء الأهلي والاتحاد السعودي فرض الفيفا عقوبات مالية على الأهلي بسبب طرد أنتوني موديست بقيمة 15,000 دولار، كما تم توقيع عقوبة أخرى على الأهلي تصل إلى 30,000 دولار لحصول الثلاثي حسين الشحات وكهربا وإمام عاشور على بطاقة صفراء أمام الاتحاد السعودي. علي معلول يوضح حقيقة تعمده استفزاز جماهير الاتحاد السعودي. كشف التونسي. علي معلول نجم فريق الأهلي حقيقة تعمده استفزاز جماهير الاتحاد السعودي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية. وانتهت مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية بفوز الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على ملعب الجوهرة المشعة. وقال معلول في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: لا أقصد إطلاقا الاستفزاز جماهير الاتحاد على رأسي من فوق، هذا هو احتفالي الطبيعي في الأهداف التي سجلتها من قبل، ولو هناك سوء فهم أعتذر لهم. أما عن الضغوط التي تعرض لها الفترة الماضية أضاف: بلا شك عانيت من ضغوط الفترة الماضية والناس قالوا إن معلول كبر في السن، لكن الملعب هو ما يثبت كل شيء، وقد ظهرت كما يجب في لقاء الاتحاد. وقد افتتح معلول التسجيل للأهلي خلال مباراته أمام نظيره الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية من ركلة جزاء خلال الشوط الأول، وعقب تسجيله للهدف دي ناحية جماهير الفريق السعودي ما اعتبره البعض استفزاز لأنصار الفريق المنافس. المصري سدد كل الفواتير أمام الاتحاد، سخر الإعلامي السعودي وليد فراج من هزيمة الاتحاد السعودي أمام الأهلي في كأس العالم للأندية في المواجهة التي انتهت بين الفريق بهزيمة العميد بثلاثية مقابل هدف. وأكد فراج أنه كان يمزح فقط مع جماهير الأهلي المصري ولم يعلم أن تكون هذه النتيجة في النهاية. وتابع: لا يوجد مبرر لما حدث، لا يمكن الحديث عن أي مبرر في التحكيم، قرارات الحكم جميعها صحيحة، والاتحاد لم يتعرض للظلم. وعلق ضاحكا: الأهلي تفوق علينا هذه المرة بثلاثية فقط وليست برباعية، هناك تطور واضح ملامحا لهزيمة الهلال أمام الأهلي في الموسم قبل الماضي. وأتم: لدي مقترح جميل، أبعدوا عن طريقنا الأهلي وأتوا بأي فريق مصري أو عربي غيره، حينها ستفوز الأندية السعودية.